السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم كل حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. بصوا بقى، جايبه لكم حاجه حلوه قوي النهارده، ان شاء الله تعجبكم. شايفين الفطيره الجامده الجميله التحفه القمر دي، اللي مهما اقول عنها مش هعرف اديها حقها. ما شاء الله، جميله جميله. وعملتها بسرعه وبطريقه سهله وخفيفه جدا، وان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش بقى قبل ما نبدا الطريقه ونسمي الله تحطوا لنا لايك كده للفيديو، او قلب حلو احمر زي قلوبكم الجميله ديت. اول مره تشوفوا الصفحه بتاعتي او القناه بتاعتي، ما تنسوش تعملوا لي متابعه وتعملوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلكوا بيه اشعار جديد. شايفين التحفه؟ شايفين القمر؟ ما شاء الله، كانت جميله جدا جدا وحاجه كده. يلا نبدا الفيديو. بصوا بقى هنا، ما شاء الله اللهم بارك. معانا هنا 3 كوبايات من الدقيق. اي نوع بقى دقيق انت بتفضليه، 3 كوبايات منه. وهنا رشه من الملح. ما شاء الله بجد الوصفه دي عجبتني قوي. ورشه فلفل اسمر. وهنا خضره، اي نوع بقى خضره. انا حطيت بقدونس، وهنا حطيت معلقه سكر وبيضه. بصوا بقى المكونات سهله جدا: دقيق وميه وملح وفلفل اسمر وبيضه واحده، وحزمه او عودين كده من البقدونس او الكزبره. طبعا هنا نزلت عليها بالميه زي ما انتم شايفين بقى. الميه ولا تكون ساقعه ولا سخنه، ميه عاديه يعني من الحنفيه، بس ايه الجو شتا دلوقتي والميه بتبقى ساقعه، فخليها ايه ميه كده فتره زي دمعه العين عشان ما تخليش العجينه ايه ما تبقاش حلوه يعني. المهم قعدت بقى حطيت عليها الميه، وعلى حسب بقى نوع الدقيق. انا الدقيق دوت خد 3 كوبايات، خدوا حوالي 4 كوبايات ميه. فهنفضل بقى نقلبها لحد ما نوصل للقوام المعين اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده. بجد الوصفه دي جميله قوي قوي وسهله كده، تقدري تعمليها كده في 5 دقايق. وممكن تعمليها حلو وحادق كمان، يعني حلاوتها ان هي تنفع حلو وتنفع حادق. ما شاء الله. المهم بقى فضلت اقلب فيها عشان ما يبقاش فيها تكتلات او اي حاجه. بتقلبي بقى، تقلبي فيها كويس جدا. وبعدين هنسيبها بقى ترتاح. اه، ما هي مش يعني مش فيها خميره ولا حاجه، بس احنا برضو لازم ايه نسيبها ترتاح شويه. هنا برضو حسيت ان هي كانت تقيله شويه، رحت نازله عليها بشويه من الميه. وفضلت اقلب 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 زي ما انتم شايفين كده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما تنسوش يا جماعه تدعوا لنا دعوه حلوه كده في الكومنتات، وتقولوا رايكم في الفطيره الجميله اللي انا عملتها دي. وشجعوني كده بكومنتات حلوه ولايكات، عشان هي دي الحاجه الوحيده اللي انتم بتساعدوني بيها كده وبتفرحوني وبتشجعوني اعمل لكم فيديوهات كتير. بصوا بقى، سبتها ترتاح وجبت الطاسه بتاعتنا. اي طاسه بقى موجوده يعني، المهم مش هندقق على نوع الطاسه. المهم رحت جايبه بقى شويه من الزيت كده، ورحت اللهم صل على النبي عامله طشه توم. عايزه اقول لكم بقى طشه التوم ديت او الحشوه دي طلعت تحفه قوي. ممكن طبعا نعملها بفراخ، ممكن لحمه مفرومه. بصوا حلويات، الحشوه دي بتاعتكم انتوا على مزاجكم. بس انا عملت بقى الحشوه دي بجد كانت جميله قوي. هنا كنت سلقه بطاطس على جزر، سلقتهم بشويه ملح وكمون، وحطيت عليهم قطعت كده قرن فلفل. ممكن تخليه حار، انا عملت فلفل بارد عشان ايه العيال الصغيرين بقى انتوا عارفين. المهم قلبتها كده على فص الثوم اللي انا طشيته. وبعدين سبتهم كده يتشوحوا شويه لحد ما خدت لون. البطاطس المسلوقه ديت مع الجزر طلعت حكايه لوحدها يعني، حتى لو من غير فطير او حاجه. هي وجبه حلوه بجد ومغذيه كده. وبعدين طعمها جميل قوي لما سلقت البطاطس والجزر وحمرتهم بفص ثوم. الموضوع كان حكايه قوي بعيدا عن الفطيره كمان يعني. المهم بعد ما جيت حمرتها بقى كويس كده، وحطيت عليها كمون وشويه ملح عشان نظبط الاداء. قلبتها لحد ما خدت لون معانا. المهم رحت جايبه بقى ايه اي طاسه بقى عندك. شايفين الطاسه بتاعت الجميله ديت يعني، ما يغركوش شكلها. هي فاخر من الاخر، ما يغركوش شكلها. هي محروقه، مش من هي مش نظيفه، لا هي محروقه. هنا جبت بقى الفطير بتاعنا الدقيق او العجين اللي انا عملته، اتعاملت معامله ايه الكريب. عارفين انتوا معامله الكريب؟ هو كده بالظبط. طاسه كده تيفال او اي طاسه ما تكونش بتلزق، ولو بتلزق زي بتاعتي كده اللي باظت ديت عليها العوض ومنه العوض، تحط رشه من الزيت وتتعاملي بقى معامله الكريب. الموضوع سهل وبسيط فوق ما تتخيلي. وممكن زي ما قلنا تعملوها ايه حلو وحادق يعني. بس فالمهم بقى بعد ما عملتها بقى كده وبدأت تحمر معايا من تحت ومن فوق، بقيت اشيلها. عايزه اقول لكم ال4 كوبايات دقيق دول عملوا معانا كميه فطير حلوه قوي بجد يعني. ما شاء الله ربنا يبارك. اهم حاجه نسمي الله كده واحنا بنعمل حاجه عشان يا ربنا يجعل فيها البركه ان شاء الله. هنا بقى عملت واحده وادي التانية كمان، طبعا عشان انا بصور وكده ففي حاجات بتتنقط وتقع مني. طبعا انتوا بتبقوا واقفين مش هتصوروا كده، فتبقوا مركزين اكتر مني يعني. بس المهم بقى ايه عملتها برضو ديت كمان. هو الفطير كله تتعاملي معاه معاملة الكريب بالظبط. مجرد ما تحسي ان هي بدأت تستوي من الاطراف وكده، تبداي بقى تشيليها بالراحة عشان ما تتكسرش زي ما كانت هتعمل في دي معايا كده. وتروحي ايه قلبها على طول نفس الكريب، كأنك بتعملي كريب.
وممكن تبدلي المية دي بلبن، يعني ممكن لو انت عاوزاها فطيرة تكون مغذية اكتر ومفيدة اكتر ممكن نبدلها بلبن عادي، ممكن بمية عادي، اي حاجة يعني مش هتقول لا. بس هي والله فكرتها حلوة قوي وجميلة يعني ما شاء الله عجبتنا. وحلاوتها بقى ان انت تقدري تعمليها بقى حلو وحادق بالفراخ، تعمليها بجبن، تعمليها مكسرات، بصي قشطة بعسل، اللي انت عاوزاه كله اعمليه. المهم بصوا بقى عايزه اقول لكم ايه، ما شاء الله اللهم بارك، هنا الثلاث كوبايات دقيق كانوا ثلاثه، بصوا طريه كمان وجميله ازاي. الثلاث كوبايات دقيق عملوا معانا كام واحده؟ عملوا شويه كويسين يعني زي ما انتم شايفين دلوقتي كده. بصوا كام واحده يعني، وما شاء الله طالعه شكلها جميل قوي قوي، كان طعمها تحفه بقى تحفه. يعني ممكن البطاطس اصلا كانت تتاكل لوحدها، وبرده ديت تتعمل باي حشوات تانية لوحدها، يعني مش لازم نربط الحشوه بالفطيره بتاعتنا دي يعني. المهم يعني اقصد الحشوه اللي انا عملتها بتاعت الجزر والبطاطس تقدري تعمليها في سندوتشات عادي، وبرده الفطير دوت تقدري ان انت تغيري الحشوه برده عادي، فحاجه حلوه يعني فاهمين. المهم يعني جبت بقى الفطيره بتاعتنا وفردتها كده وفتحتها يعني، وبعدين حطيت فيها شويه البطاطس او الحشوه اللي انا عملتها، شويه من الموتزاريلا وقفلتها. بصوا بقى هنا انا كنت شايله شويه من الدقيق العجين اللي انا كنت عاملاه عشان اقفل بيها او الزقها زي القطايف كده عشان تلزق. بس لا بالعكس على فكرة، يعني ممكن تقفليها عادي من غير العجينة دي، لان انا حسيت ان انا لما عملتها بالعجينة كانت هتفتح مني في التسوية. فالمهم يعني ممكن تقفليها، اقفليها افضل من غير العجينة دي، هتنشف معاكي وهتبقى مقرمشة كده وطعمها جميل. ومش هتفتح معاكي يعني انا قلت اجربها بالعجين دوت، لا طلعت من غير العجين، عملت كام واحدة من غير العجين ده كانت حلو. فالمهم هو تقفيلها يعني سهل، يعني من غير العجينة زي ما بقولك كده سهل، فممكن تقفليها وتسويها عادي، هتبقى معاكي جميلة كده وهتبقى تحفة تحفة. جربيها وهتدعيلي، وما تنسيش تدعي لاختك ام ساندي في الكومنتات وتقولي لي جربتها قبل كده ولا لا، واللي ما عملهاش قبل كده يجربها وان شاء الله هتدعولي. تنسونيش يا حبايبي تحطوا لي لايك كده للفيديو وكومنت حلو، وتسمولنا فيه ايه، سمولنا فيه بالله، وتصلوا لنا فيه على النبي. هنا بقى ما شاء الله عليه افضل الصلاه والسلام، هنا بقى كان جبت الطاسه وفيها معلقه من السمنه، وبدات ان انا بقى ايه اديها تحميره حلوه كده عشان كله ياخد ويدي كده، والسمنه السمنه تديها لون بقى حلو للفطيره، وكمان الجبنه الموتزاريلا تسيح كده وتبقى ايه جميله في الفطير. بصوا ما شاء الله والله عايزه اقول لكم بجد الوصفه دي كانت جميله قوي، وكانت طعمه كده طعمه كده. عايزاكم بقى انتوا تجربوا الطعامه ديت وتقولوا لي رايكم، وتحطوا لنا بقى لايك للفيديو لو كان عجبكم. ان شاء الله كده اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير، واتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم والفطيره الجميله بتاعتنا دي تكون سهله وجميله، وجربوها وان شاء الله هتدعوا لي. بحبكم في الله. عاوزه اقول لكم بقى استنوا احنا لسه ما خلصناش، مستعجلين على ايه؟ بصوا بقى بدات ان انا ايه هقلبها تاني عشان تنشف، وكده خلاص بقى حطيت كمان 2 معاها اهوت بعد ما خلصوا بقى كلهم. شايفين الجمال والله العظيم، حتى التصوير ظالمها، يعني عايزه اقول لكم كانت تحفه والتصوير ظالمها. بصوا لسعت معايا هنا، في واحده لسعه معايا هي ولا 2، ده عشان كانت النار عاليه فما تعليش النار. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.